وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وصلي على النبي ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا بقاتل مأجور وبيكون بيستنى الشخص اللي هو مكلف بمهمة قتله، وبيكون القاتل موجود في بناية قصاد بيت الراجل ده، وبنشوف القاتل وهو بيكون قاعد بيعمل يوجا وبيسمع أغاني، وبعدها بينزل وبيروح يشتري فطار، وبيتصل بالراجل اللي كلفه بالمهمة دي واللي بيكون محامي واسمه هوديجز، وبيقول له إن هو بقاله 5 أيام مستني الشخص اللي هو هيقتله عشان يظهر، بس هو لسه ما جاش، وبيقول له إن هو بدأ يحس بالملل وإن هو هيستناه بكرة كمان، ولو ما جاش هيعتبر المهمة انتهت وهيمشي، وبيقفل الخط وبيكسر التليفون وبيرميه. وبيكون القاتل ده منظم جدا وبيسيبش اي ادله وراه وبيهتم بكل التفاصيل، وبيرجع البيت وبيكمل مراقبه، وبالليل الشخص اللي هو يقتله وبيوصل الفندق، فالقاتل بيبدأ يستعد وبيجهز القناصة بتاعته وبيوجهها ناحية الراجل ده، وبيكون معاه واحدة ست، وبما ان القاتل ده ملوش اسم في الفيلم فاحنا هنسميه كيفن. وبعدها كيفن بيضرب عليه لكنه بيغلط في الهدف وبيقتل الست اللي معاه، وبيكون متفاجئ جدا من اللي حصل لانه متعود ان هو بيعملش اي اخطاء، وبيلم كل الحاجه بتاعته وبيمشي من المكان قبل ما يحددوا مكانه، وبينزل وبيركب موتوسيكل وبيهرب بيه وبيروح على بنزينه وبيتخلص من كل الهدوم بتاعته وبيحلق دقنه وبيلبس هدوم تانية عشان محدش يتعرف عليه، وبيخرج وبيركب تاكسي وبيروح المطار عشان يسافر بره البلد خالص، وبيتصل بالمحامي هوديجز وبيعرفه كل اللي حصل، فهوديجز بيتعصب عليه وبيقول له ان انت كده عملت لي مشكله كبيره جدا مع العميل اللي كلفني بالمهمه. بس كيفن ما بيشغلش دماغه وبيقفل المكالمه وبيكسر التليفون، وبعدها بيروح يحجز تذكره وبيحس ان الشخص ده مراقبه، وبيروح يقعد في الاستراحة فبيلاقي نفس الشخص برضه موجود في قاعة الانتظار، فبيقرر ان هو هيمشي وبيأجل الرحلة وبيحجز أوضة في الفندق بتاع المطار، وبيدخل الأوضة وبيحط كوباية مية على مقبض الباب عشان لو حد حاول يدخل الأوضة يعرف من صوت الكوباية لما تقع على الأرض، وبيروح يقعد على الكرسي وبيكون معاه سكينة وبيقفل النور وبينام، والليلة بتعدي عادي جدا من غير ما حد يقتحم عليه الأوضة أو حد يراقبه. وتاني يوم بيركب الطيارة واللي بتكون رايحة المكان اللي هو عايش فيه، وبيوصل وبيركب عربيته اللي كانت موجودة في جراج المطار، وبيروح بيته واللي بيكون في غابة بعيدة جدا عن المدينة، وأول ما بيوصل بيلاقي آثار أقدام عند البوابة وبيعرف إن في حد اقتحم المكان، فبيروح مطلع المسدس بتاعه وبيروح ورا آثار الأقدام دي لحد بيدخل البيت وبيلاقي حاجات واقعة على الأرض وبيكون في آثار دم في كل مكان، فبيخرج بسرعة وبيركب العربية وبيروح المستشفى، وهناك بيلاقي واحد اسمه ماركوس، وده بيكون أخو مرات كيفن واللي اسمها ماجديلا، وبيقول له إن هي كانت في البيت وفي الوقت ده تهجم عليها ناس، وده أدى إن هي تتصاب إصابات خطيرة جدا وبتكون محطوطة في العناية المركزة بتاعة المستشفى. فكيفن بيسأل ماركوس عن اللي حصل، فماركوس بيقول له ان في راجل وست دخلوا البيت واعتدوا على ماجديلا، وبيوصف له شكلهم، وبيقول له ان الراجل كان ضخم جدا والست كان شعرها ابيض، وانهم بعد ما خلصوا ركبوا تاكسي اخضر كان مستنيهم قدام البيت. فكيفن بيهديه وبيقول له ان هو هينتقم لماجديلا من الناس اللي عملوا فيها كده، وبيفضل قاعد قدام ماجديلا في المستشفى، والدكتورة بتجيله وبتقوله ان وضعها بدأ يتحسن وبتطمنه، وفي الوقت ده ماجديلا بتفوق وبتحكي له عن كل اللي حصل، وبتقوله ان الاتنين اللي هجموا عليها في البيت كانوا جايين عشان يقتلوه هو، وانهم قعدوا يسألوني وحاولوا يعرفوا مكانك فين، ولما رفضت هجموا عليا وحاولوا يقتلوني، بس هي قدرت انها تقاومهم وخبطت الراجل الضخم بالسكينة في رجله، وبعدها كيفن بيقول لها تنام عشان ترتاح، وبيروح البيت وبيحفر لحد بيوصل لخزنة هو كان عاينها تحت الأرض، وبتكون مليانة أسلحة وجوازات سفر كتير، وبياخدهم وبيحطهم في الشنطة بتاعته وبيمشي، وبيروح عند الموقف وبيقعد يدور على التاكسيات اللي لونها أخضر، وبيشوف كذا واحد وبيعرف اسم الشركة اللي مشغلاهم، وبيروح لمقر الشركة بالليل وبيخدع فرد الأمن وبيخليه يفتح له الباب، وأول ما بيفتح له بيثبته وبيربطه، وبيقعد يدور وبيشوف السجلات بتاعت الشركة في اليوم اللي حصل فيه الحادثة، وبيقدر يحدد التاكسي اللي راح عند بيته، وبيعرف نمرته، وكمان بيشوف الملفات الخاصة بالسواقين اللي في الشركة، وبيعرف الراجل اللي كان سايق التاكسي ساعتها، وبيكون واحد اسمه ليو، وبنعرف كمان ان هو بيقف بالتاكسي بتاعه قدام المطار. وتاني يوم كيفن بيروح يقف عند المطار وبيشوف ليو وبيركب معاه، وبعدها بيمشوا شوية وبيروح مطلع المسدس بتاعه وبيفضل مثبته طول الطريق، وبيسأله عن الناس اللي هو وصلهم لبيته في الغابة، فبيكون متوتر شوية وبيقول له ان هو كان واقف قدام المطار وجاله راجل ضخم ومعاه واحدة ست وكانت رفيعة وشعرها أبيض، وإن هم وروا له العنوان اللي هم عاوزين يروحوه على الجي بي إس، فهو نفذ طلبهم وراح بيهم على هناك، وكمان طلبوا منه يستناهم عشان هيرجعوا للمطار تاني،
وبيقول له انهم دخلوا البيت وفضلوا جوه حوالي ساعة تقريبا، وبعدها خرجوا من البيت ورجع بيهم على المطار. وبيقعد بقى يعيط له ويقول له ان انا ماليش دعوه بالموضوع ده، وان انا مجرد سواق وكنت بنفذ الطلب اللي جالي والكلام ده. فكيفن بيستناه يخلص كل الكلام اللي عنده، وبيروح ضربه طلقه في نص دماغه وبيخلص عليه. وبيستنتج ان اللي ورا كل ده هو المحامي هوديجز، وان هو اللي بعت الاتنين القتله دول عشان يخلصوا عليه بعد ما هو فشل في المهمه اللي كان كلفه بيها. فبيركب العربيه وبيروح المطار وبيسافر امريكا عشان يشوف الموضوع ده. وبيوصل هناك وبيأجر عربيه وبيشتري كل المعدات اللي هو محتاجها، وبيتنكر في زي عامل نظافه وبيدخل مكتب المحامي هوديجز من غير ما اي حد يحس بيه. والسكرتيرة بتاعت هوديجز بتكون هناك وبيثبتها بالمسدس، وبيخش الهوديجز وبيخلي السكرتيرة بتاعته تربطه، وبعدها بيخليها تربط نفسها في الحمام بتاع المكتب. وبيخش على هوديجز وبيخبطه 3 مسامير في صدره، وبيقول له انت قدامك 3-4 دقايق بالظبط وتموت بسبب الاختناق، بس لو قلت لي كل اللي انا عاوزه هطلب لك الاسعاف. وبيبدأ يسأله على أسماء القتلة اللي هو كان باعتهم له على بيته عشان يقتلوه، لكن هوديجز بيختار الموت على إنه يتكلم، وبيموت فعلا من غير ما يقول له أي حاجة. فبيروح للسكرتيرة يمكن يطلع منها بأي حاجة، فهي بتقول له إن أنا عارفة إنك أول ما تاخد مني المعلومات هتقتلني وتخفي الجثة بتاعتي، وبتقول له إن أنا عندي أطفال ومش عاوزاهم يحسوا إن أنا سبتهم ومشيت. وبتطلب منه يخلي الموضوع كأنها اتقتلت في عملية سرقة عشان أطفالها يستفادوا بفلوس التأمين، وفي المقابل هي هتقول له على كل المعلومات اللي هو محتاجها. فبيوافق، وبعدها بيخفي جثة هوديجز في صندوق النظافة اللي هو كان جاي بيه، وبيحطه في صندوق العربية، وبيروح على بيت السكرتيرة عشان تجيب له المعلومات. وبنلاقي ان السكرتيرة محتفظة بكل الاوراق والمعلومات اللي تخص كل الشغل اللي الشركة بتعمله، وبيلاقي الملف اللي فيه المعلومات عن الناس اللي هجموا على مراته، وبيكون واحد فيهم اسمه الوحش وعايش في فلوريدا، وواحدة ست ولقبها الخبيرة وبتكون عايشة في نيويورك. وبيعرف كمان اسم الراجل اللي كلف هوديجز بمهمة قتل الراجل اللي هو كان مفروض يقتله في فرنسا، وبيكون رجل أعمال كبير وفلوسه بالمليارات، وبيكون عايش في شيكاغو. وأول ما بيعرف كل اللي هو عاوزه بيقتل السكرتيرة وبيسيب جثتها، وبكده يكون نفذ الاتفاق اللي بينهم. وبيخرج من بيتها وبياخد العربية بتاعته وبيخفي الجثة بتاعت هوديجز، وبعدها بينظف العربية كويس جدا عشان يخفي كل آثار الجريمة، وبيشيل النمر المزيفة وبيرجع النمر الأصلية، وبياخد العربية وبيرجعها لشركة تأجير الشاحنات. وتاني يوم بيروح ولاية فلوريدا وبيأجر عربية تاني بهوية مزيفة برضه عشان يروح يخلص على القاتل اللي اسمه الوحش. وبيروح يراقب البيت بتاعه عشان يعمل خطة مناسبة، وبيكون في كلب حراسة كبير وشوية رجالة. فبيروح سوبر ماركت وبيشتري حبوب منومة وكيس لحمة وإزازة كحول، وبيروح عند البيت تاني وبيكمل مراقبة لحد ما رجالة الوحش بيمشوا. وبكده الموضوع هيبقى أسهل لأن ما عادش حد غيره في البيت. وبينزل من العربية وبيبدأ ينفذ خطته، وبيحط الحبوب المنومة في اللحمة وبيرميها للكلب. بعد شوية الكلب بينام، وكيفن بيروح مطلع المسدس بتاعه وبيخش البيت وبيقعد يدور على الوحش في كل حتة. وفجأة الوحش بيهجم عليه من ظهره وبيوقعه على الأرض وبيوقع المسدس كمان، وبيبدأوا هما الاتنين يضربوا في بعض. وبيتضح إن الوحش برضه قوي وخبير في الفنون القتالية، بس كيفن بيخبطه بالسكينة في رجله. فالوحش طبعا بيتعصب وبيروح ضربه وبيوقعه على الأرض، وبيروح واخد المسدس بتاعه عشان يقتله بيه. بس طبعا كيفن بيستدرجه بذكاء وبيروح ضربه طلقة في نص دماغه وبيخلص عليه. وفي الوقت ده مفعول المنوم بيكون خلص، والكلب بيصحى وبيجري ورا كيفن، لكنه بيجري منه وبيخرج من البيت في آخر لحظة. وبيستخدم إزازة الكحول وبيولعها وبيحدفها في البيت، وبعدها بلحظات البيت كله بيولع وكيفن بيسيب المكان وبيمشي منه. وتاني يوم بيروح عشان يسافر على نيويورك عشان يقتل الست اللي معروفة باسم الخبيرة. وأول ما بيوصل بيعمل نفس السيناريو، وبيروح يأجر العربية وبيروح عند بيتها وبيراقبه. وبالليل بتكون خارجة بعربيتها فبيمشي وراها، وبتدخل مطعم وبرضه بيدخل وراها، وبيروح قاعد قدامها وبيقول لها ما تتحركش عشان ما يقتلهاش. وبيتكلم معاها وبيعرفها بنفسه وبيقول لها هو جاي هنا ليه. فطبعا بتعرف ان هو هيموتها، فبتقول له يسيبها تخلص العشاء بتاعها، وبيسيبها فعلا. واول ما بتخلص بيخرجوا من المكان وبياخدها وبيمشوا لحد بيوصلوا مكان بعيد جدا عن المطعم. وفجأة بتقع على الارض بسبب ان رجلها اتلوت، وبتمديله ايدها عشان يساعدها، لكنه بيتعاطفش معاها وبيروح مموتها على طول. وبنكتشف انها كانت معاها سكينة مخبياها، وانها كانت بتخدعه عشان تقتله. وتاني يوم كيفن بيسافر شيكاغو عشان يقتل الملياردير اللي كان متفق مع المحامي هوديجز ان هو يقتله الراجل بتاع باريس. وبيكون رايح يقتله لانه شايف ان هو السبب في كل اللي بيحصل له، وان كل اللي بيحصل له ده بسبب فشله في المهمة الاولانية.
وان اكيد هو اللي كلف الناس دي عشان يقتلوه. وبيوصل عند بيته وبيشوفه هو خارج، فبيدخل بعد ما هو بيمشي وبيلاقي ان القفل اللي مقفول بيه الباب بتاع البيت قفل متطور جدا، فبيصوره وبيبدا يدور على نوعه وبيشتري جهاز بينسخ المفاتيح بتاعه الاقفال اللي من النوع ده. وبيفضل يراقب الراجل وبيعرف انه بيتمرن في جيم موجود في فندق قريب من المكان، فبيروح وبيحجز اوضه في الفندق. وتاني يوم بينزل الجيم، وطبعا بيستغل الموقف وبيسرق المفتاح بتاع الدواليب بتاع الهدوم اللي في الجيم، وبيدخل المكان وبيفتح خزنه الراجل الملياردير وبياخد المفتاح بتاع البيت بتاعه وبينسخه بالجهاز اللي هو شاريه وبيعمل نسخه من المفتاح. وبعدها بيخلص بيرجع المفتاح مكانه. وبالليل الراجل الملياردير بيكون في الشقه بتاعته وبيتصدم بعدها بيلاقي كيفن موجود قدامه وبيرفع عليه المسدس. وبيكون الراجل مستغرب جدا هو ازاي قدر يخش هنا، وبيكون فاكره جاي عشان يسرقه، بس هو بيعرفه بنفسه وبيقول له ان هو القاتل اللي المحامي هودجز اداله مهمه قتل الراجل بتاع باريس. فالراجل بيقول له ان هو ما عندوش مشكله معاه، وان هودجز هو اللي قال له ان احنا لازم نخلص كل حاجه ليها علاقه بالمهمه. وبيقول له ان هودجز خد منه فلوس زياده عشان يقتله وان هو ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. فكيفن بيقرر يسيبه، لكنه بيقول له ان هو لو حاول يقتله مره تانية هيعرف يجيبه وساعتها هيقتله فعلا. وبيسيبه وبيرجع على بيته وبيقرر ان هو لازم يتقاعد ويقعد يستمتع بحياته. وبكده بينتهي الفيلم. ولو عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنساش تشترك في القناه عشان تشوف الملخصات الجايه. سلام.